ده غير ان الصدق ليه اثر ايجابي في حياتنا. الصدق بيريح القلب، بيخلي البال هادي ومرتاح، يزرع الثقة بين الناس. الصدق سبب للبركة في الرزق، وسبب لقبول الدعاء، وسبب لمحبة الله ورضاه. أما الكذب فمهما بان سهل عاقبته هم وضيق وخسارة. خلي الصدق أسلوب حياة، ما تجملش الحقيقة، وما تغيرش كلامك عشان ترضي الناس وتغضب ربنا. خليك صادق، ربنا هيجبر بخاطرك وهيفتح لك أبواب خير ما كنتش تتخيلها. الصدق بيخلي الدعاء يطلع من القلب، وبيخلي الرزق فيه بركة، وبيخلي الناس تثق فيك حتى لو اختلفت معاك. لازم يكون عندك صدق في كل نواحي حياتك. يكون عندك صدق في شغلك، يعني ما تضحكش على حد، ما تظلمش، ما تزيفش الحقيقة وتفتكر انك كده كسبت. لازم يكون عندك صدق مع ربنا في توبتك، ما تقولش هتوب ولسه من جواك انت مصر على الغلط. خلي نيتك صادقة وربنا هياخد بإيديك وينجيك. خلي الصدق مبدأ، حتى لو خسرك حاجة ربنا هيعوضك بأحسن